راه فاش غتجربي اختي هاد الوصفه هادي، راه شوفي بلا ما نحلف غتجربيها في اسبوع فقط وغترجعي ترحمي ليا الوالدين. غير تبعي هاد الوصفه هادي، لا الارداف ديالك ولا المؤخره ولا الساقين ولا اليدين ديالك غتولي بطبطه، واللي لبستيها لا تجي معاك. غير ما تنسينيش من اللايكات ومن البارطاج باش تعم الفائده للجميع ليك ولغيرك. يلا نمشيو الان لتحضير الوصفه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الكبيدات ديالي والعائله والحبابات على قلبي وكل واحد كيتفرج فيا، مرحبا بكم، الف مرحبا. بالنسبه للفيسبوك وبالنسبه لليوتيوب الف مرحبا، نزولا عند الطلب ديالكم اللي طلبتوني. بالنسبه للناس ديال الفيسبوك وكذلك ديال اليوتيوب كيطلبوا مني وصفات او وصفه للتسمين اللي تكون صحيه وما تاديناش وما تضرناش. جبتها لكم خوتي اليوم وغادي تشكروني عليها. عن تجربه اتكلم، ما كنجيب شي حاجه من فراغ. فاش غتجربوها غترجعوا لعندي وغتخليوها لي في التعاليق. نبداو على بركه الله، ولكن قبل ما نبدا ما تنسونيش واحد اللايك، الله يجازيكم بخير تشجيعا لكم لهنا. نبداو الان على بركه الله. غادي نجيبوا قدر ديالنا، ضروري البنات يكون ديال الزاج. غادي نحتاجوا هنايا البنات الخميره الفوريه. البنات غادي نحتاج هنايا تقريبا واحد 3 ملاعق ديال الخميره الفوريه اللي بودره. من الافضل البنات تكون عندكم هاد البودره هادي، احسن حاجه، احسن من ديك الخميره المعجونه. ها نتوما كيف ما كتشوفوا. وغادي نضيف معكم البنات هنايا الحلبه المطحونه، ضروري تطحنوها البنات وتكون على هذا الشكل هذا، بودره البنات، وتلينوها مزيان. انا ضفت معكم ملعقه ونصف ديال الحلبه المطحونه. كانت عندكم البنات الحلبه المطحونه هذه احسن حاجه، ما كانتش ديروا حتى الحمص مطحون حتى هو، او ديروا الصوجه مطحونه، ولكن انا غنعطيها لكم بشكون اللي اقوى من الاخرى. الحلبه هي نمبر 1، تابعها الصوجه مطحونه، وتابعها الحمص مطحون. انا كنعطيكم نتوما ديك الساعه اختاروا اللي بغيتو. صافي البنات غادي نخلطوا العناصر ديالنا، هادو النواشف نخلطوهم بعدا مع بعضهم باش ما تبقاش كل حاجه يعني مكوره. او ومن الافضل البنات انا قلت لكم غادي نعطيكم او غنزيد معكم واحد المكون. الناس اللي ما كتقدرش على رائحه الحلبه وبغات دير الحلبه، ها انا غنعطيكم شنو غادي ديروا. وهنا البنات الاضافه اللي غادي نضيفوا الثالثه هي زيت جوز الهند البكر. ما عندكمش البنات زيت جوز الهند البكر، ضيفوا الزنجلال او زيت السمسم. ها كيف ما كتشوفوا انا قربت تسالي ليا، خصني نعاود ناخذها. انا غادي نضيفهم بجوج ديال هاد جوج المكونات غنضيفهم هكا، وكذلك ملعقه ديال او ملعقه ونصف زيت جوز الهند البكر. بنات غادي نضيف بعض قطره ديال ماء الورد. بالنسبه للناس اللي عندهم مشكله من الحساسيه ديال ماء الورد يضيفوا الحليب بارد. هادو البنات كلشي يكون بارد، حاجه ما تكون سخونه. قرات على هذا الشكل صافي. وغنخلط هاد العناصر هادو، عاد نضيف ليهم يعني المكون الاخير اللي غيقضي لنا على الرائحه ديال الحلبه. يعني اي كريم فيه رائحه زكيه، انا عندي البنات هذا الكريم هذا هو اللي كنستعمل اكثريه. غادي نضيف منه واحد شويه على هذا الشكل هكا. دابا البنات غادي نشرح لكم الطريقه ديال الاستعمال، يعني فوقاش تستعملوها وفين غتستعملوها. هاد الوصفه البنات صالحه للارداف، صالحه للفخذين، صالحه للساقين، صالحه للمؤخره. يعني ما نقولش لكم البنات صالحه لليدين. بغيتي تجربيها اختي باش تولي يدك ما شاء الله، اللي لبستيها تواتيك واللي درتيها تواتيك، ورجيلاتك حتى هما ما شاء الله يوليو مبطبطين وعامرين وفخيضاتك والارداف والمؤخره. وجربي معايا هاد الوصفه هذه وغترحمي ليا الوالدين. ها انتم البنات طريقه الاستعمال، كنجيبوا الخنا وكنحطوها في المنطقه وكندوزوها على هاد الشكل هكا
كيف ما كتشوفوا البنات. ها نتوما شفتوا كي كتكون كريميه. غير تبعوا معايا البنات هاد الوصفه هادي من الاول حتى الاخير باش تنجح معكم. انا اللي تلقاوني انني شارحه كلشي في الفيديو، والبنات كيزيدوا الفيديو وما كيشوفوش التتمه او ما تيشوفوش الوسط ديال الفيديو شنو فيه وما كيستافدوش، وكنلقى بزاف ديال الاسئله اللي كاينه وسط الفيديو. ها نتوما البنات كيف ما شفتوا صافي. افضل حاجه بالنسبه للبنات اللي ما متزوجاتش ديرها بالليل وتلبس حويجاتها عادي وتنعس حتى الصباح وتغسل تنوض يعني وتضرب واحد التدويشه. المراه المتزوجه ديرها بالنهار وتبقى بها تقريبا واحد الساعه حتى ساعتين صافي وتنوض تغسل. ها نتوما البنات راه الوصفه بحال كتشرب الجسم تيشربها. هذا الشيء باش كتعطينا يعني واحد الفعاليه في واحد الوقت وجيز واحد الوقت قصير. ونتمنى انا خوتي انكم تكونوا استفدتوا. يعني الان راه وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى انني نكون جبت لكم ولو وصفه اللي غتكون فاتكم واستفدتوا منها، واللي جربتها ترجع عندي التعاليق وتخليها لي في التعاليق. راه فاش غتجربوها البنات والله العظيم لا غترحموا لي الوالدين. يلا تهلاو ليا فراسكم، الى فيديو قادم باذن الله، مع السلامه.